مسلسل دار السد من اخراج محمد بن عبد الله. المخرج هذا راهو مخرج سينمائي وعنده فيلم اسمه حليم الرعد. على العموم الفيلم هذا كان مليح. المره هذه جانا في عمل تلفزيوني بعنوان دار السد. المسلسل هذا القصه تاعو تحكي على واحد الطفله اسمها مريم. الطفله هذه اللي نشأت في عائله رياضيه هي واخوها الصغير. من بعد نعرفوا باللي مريم هذه كي تكبر يكون عندها ماضي اليم بسبب وفاه الوالد تاعها، وزيد يصراو لها مشاكل وتدخل للحبس. المسلسل هذا راني شايف غير حلقه منه، كاين عفايس عجبوني وكاين عفايس ما عجبونيش. الحاجه اللي عجبتني الاسلوب اللي خدم به المخرج اللي هو كان اسلوب سينمائي في التصوير، كيما باغ اكزومبل المشهد تاع الدراري هذو كي كانوا يونطرينيو والطفل يمشي بيناتهم، اللقطه هذيك فريمون عجبتني. ثاني المشهد الاول من بدايه المسلسل فريمون كان عاجبني بزاف، خاصه الموسيقى التصويريه كانت ميوزك باك جراوند بزاف مليحه وطايحه على المشهد. واش نصراو مشاكل بزاف تقنيه خاصه في الساوند ديزاين والتصوير. الحاجه الاولى انه النويز كان ياثر بزاف على الصوت، من داك تحسه حبس، من داك تحسه يعاود يرجع يمشي. وباش نكون معاكم صريح النويز هذا كان يلعب لي على المورال، ومن داك كنت نحس بالمشاهد تاع الكاتس كي تصرا على خاطر الصوت ما كانش متريتي مليح. الكاميرا ثاني كان فيها فيبراسيون بزاف. شوفوا ما تقولوا ليش راهو مصور هاند هيلد، على خاطر الهاند هيلد ما يتصورش بالطريقه هذه. الكاميرا كانت تتحرك مع لي بيرسوناج مي كانت فيها فيبراسيون. انا خدمت اخراج وعلى بالي، ومانيش نستنقص من امكانيات المخرج ولا الفريق التقني اللي خدم معاه، ولكن المشاكل هادو راهم يصراو جماعه وما تفيق لهمش غير كي تروح للبوست برودكشن. وصراو ثاني غلطات كيما الفوكس كيفاش راح من البيرسوناج وهي كانت تمشي في الليل كي كانت مروحه مريم عند صاحبتها. وكاين مشهد ثاني بان فيه المايك مريم كي كانت تحكي مع الشخص هذاك بون كي ظلمها وبدا الفايت بيناتهم الميكروفون ظهر، وهذه الحاجه كون فاقوا لها في المونتاج كانوا قادرين يكروبيوها عادي. لكن الحاجه اللي اثارت انتباهي في الحلقه الاولى هو الاداء تاع رجاء مزيان. الله يبارك. شوف واش راح نقول لكم، بيرسوناج على الكيف، ما عرفتش كيفاش كومبوزي البيرسوناج وتبدل اللهجه فريمون يعطيها الصحه. المهم انا راني شايف غير الحلقه الاولى، ما رانيش شايف باقي الحلقات. الناس قالوا لي راهو فيه ادابتاسيون من ذا هاوس ميد. انا شفت الفيلم، الروايه ما قريتهاش، صح رجاء مزيان خير من سيدني سويني من الاخر. رانا غير نقصروا. انتم اذا عجبكم هذا المسلسل اعطوني رايكم في التعليقات، واذا راكم حابين نحكي على عمل خلاف خليونا هذا الشيء بعد في تعليقات، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. بيس عليكم.